ما كفايه انت بقى لحد هنا. اوصلك لحد العربيه. والعربيه قدامي ايه وانا هتوب، انا عارف سكتي. انا مش عاوز اتعبك يا عروسه. خلاص يا عريس. صباح على خير. وانت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. ماشي. ايه اللي انت عملته ده؟ ده عينه يا حاج من اللي هتشوفه لو ما بعدتش عن سكه نعمه. فاهم ولا مش فاهم؟ لا يا اخويا مش فاهم. يا خرازي اسكت انت، اطلعي فوق مالكيش دعوه. انا خايفه عليك. انا اعرف احمي نفسي كويس قوي، ولا فاهمه ان انا ضعيف. انت هتعمل ايه يا حاج؟ هفرتك نافوخك ياض. ليه يا حاج؟ طيب احسن، يعني احنا اولاد بلد زي بعض، اعتبرني عيل وغلط. مش كل الناس يا اخويا اللي اتغلط معاهم ياض، في ناس الغلطه معاهم بعمرك. فاهم؟ فاهم يا حاج، حقك عليا، حقك عليا. اسمك ايه ياض؟ محسوبك ثابت الخشن. خشن؟ مش باين عليك اي خشونه يعني، ده انت شكلك انعم من الحريم ياض. ولا من هنا ورايح اوعى تعرض لي انا ولا نعمت. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا حاج. غور من فاهم. وشي. فاهم. غور ياض، غور. انت ماشي ايه؟ صباح الخير يا حلو. وانت من اهله يا حاج. أنا جايلك وناويها بظبط وقتل عالباب بخبط. هتعمل إيه؟ هتسلم بعديها فقصر، وبجد أنا مش بهزر. هخاف ولا إيه؟ أنا جايلك وناويها بظبط وقتل عالباب بخبط. هتعمل إيه؟ هتسلم بعديها فقصر، وبجد انا مش بهزر. هخاف ولا ايه؟ انا حر يا سيدي، انت ايه ضرك؟ راضي وبايدي عمري ما اتحرك. امشي دقيقة انت بتهرج، واعمل كده ليه؟ انا حر يا سيدي، انت ايه ضرك؟ راضي وبايدي عمري ما اتحرك. امشي دقيقة انت بتهرج، واعمل كده ليه؟ انا جايلك وناويها بظبط وقتل عالباب بخبط. هتعمل ايه؟ بس يا سعد، بس ايه اللي بتعمله ده في وشنا قدام الناس؟ مش مهم عندي الناس، انا المهم عندي دلوقتي ان انت تصالحيني. خلاص صالحتك. ده بجد ولا يعني عشان تلمي الدور قدام الناس؟ لا بجد، اصلها بصراحه طريقه غريبه وعجبتني قوي. قولي بقى، حد قالها لك ولا انت اللي عملتها لوحدك؟ ايه اللي حد قال لي اعملها دي؟ لا طبعا انا اللي عملتها. انت يطلع منك كل ده يا سعد؟ انا يطلع مني اكتر من كده والله، بس انت اللي مش مدياني فرصه. يا حبيبي. عجبك الورد؟ حلو قوي. ده ب 150 جنيه. بس كنت تديهم لي احسن. وبكده تكون المعادلة اكتملت. يا ميس نعم. ممكن تعيدي لي الشرح تاني؟ اصل انا ما فهمتش. ما فهمتيش؟ اشمعنى انت بقى اللي ما فهمتيش؟ ما كل زمايلك فهموا، ولا كنتي قاعدة بتلعبي ومش مركزة معايا؟ لو كنت بلعب ما كنتش طلبت من حضرتك تعيدي الشرح تاني. انت هتقعدي تتناقشي معايا؟ اطلعي بره. حضرتك فهمتيني غلط. بقولك اطلعي بره. داليا تعالي. معلش حبيبتي ما تزعليش مني، انا اعصابي مشدودة اليومين دول. مش قصدي حاجه والله. انا عارفة ان مش قصدك حاجة، حقك عليا. اتفضلي. سوابق. انا مش قلت لسعادتك يا سياده اللواء؟ يا باشا الواد ده اتهجم عليا من يومين، وقول لهم انا ضربت الطلقه في الهوا كده من مسدسي، يا عالم كان ايه اللي ممكن يحصل. خلاص يا باشا، هاجي لسعادتك نعمل محضر.
وجايز يكون مطلوب على ذمة قضية تانية. ربنا يخليك لينا يا باشا، ما يحرمناش منك أبدا. وعلى فكرة يا باشا، أنا مش بعمل كده علشاني، لا لا لا، أنا علشان الناس في مصر تبقى عايشة في أمان وما يتعرضوش لشر الخيشن وأمثاله من المجرمين والبلطجية. ماشي يا باشا، ماشي. ساعة بالكتير وهكون عند سعادتك. 1000 مليون سلامة. صباح الفل يا حجوج. صباح الخير يا مخ. صباح الجمال والأموال. إيه الفلوس دي؟ دول 80,000 جنيه مكسبك من صفقة الدولارات بعد خصم نسبتي ل 10%. برافو عليك يا مخ. طب خليهم بقى كده في شنطتهم معاك، بكرة الصبح تحطهم في حسابي في البنك. إذا كان كده ماشي. على فكرة يا رشا، ماما عاملة لك الأكل ده بإيديها، مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، وانا هيجيلي اغلى منها؟ ميرسي يا طنط. بمناسبة الاكل بقى، ايه اكتر حاجة بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطرة فيها؟ لا انا ما بحبش المطبخ وما بعرفش اطبخ خالص. ولا يهمك، أنا هبقى أعلمك. أصل أنا بعرف أعمل شوية أكل، إنما إيه هيعجبك قوي. لما بتكوني فاضية وقاعدة في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مومو عارفه اني ماليش في الحاجات دي. امال ليكي في ايه يا حلوة؟ ليا في الفرجه على التلفزيون، اسمع مزيكا، اخرج مع اصحابي. يعني مش عايزة في يوم من الايام تبقي ام؟ لا اكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعومي يا حلوة؟ هو حضرتك مكبره الموضوع شويه؟ هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في امهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. امال بياكلوا بقى اولادهم وازواجهم ايه؟ بيطلبوا لهم اكل جاهز من بره. وانهي بيت بقى يتحمل ميزانيه زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الاكل غير صحي. ساعتها هبقى اتعلم اطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهه دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا أمي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا أمي يا أمي. انا اتهنت في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا اهدي، مش كده. رشا يا ماما، رشا. ايه اللي خلانا قعدكم مع بعض دول؟ زي ما انت عارف يا اشرف باشا، انا مش قاعد عندكم هنا كتير. يعني يا دوبك على المحامي ما يستشكل في الحكم ونسوي القضيه مع البنوك وارد لهم القروض بتاعتهم. اشرب قهوتك يا سامي بيه، انت منورنا. وعشان كده انا عشمان في طلب عند سعادتك. امورنا. بقول يعني لو كان ممكن اركب جهاز تكييف في الزنزانه بتاعتي، اصل الدنيا هنا حر قوي. وماله؟ طالما هتجيبه على حسابك وهتسيبه لنا لما تخرج بالسلامه ان شاء الله. ده اقل تذكره اسيبه هنا في السجن، وسعادتك طبعا تبقى تقدر تاخده وتحطه في اوضتك. كمان لو ممكن يعني تلاجة صغيره كده، اصلي ما بعرفش اشرب غير الميه الساقعه. هو ممنوع يا سامي بيه، بس عشان خاطرك بس انا هستثنيك. حس كده بقى، انا ليا بعد اذنك يعني طلب اخير. خير؟ المدام بتاعتي. ايه؟ عايزنا نجيبها لك يا كمان الزنزانه ولا ايه؟ لا طبعا يا اشرف باشا، سعادتك فهمتني غلط. انا اقصد بس يعني لو ممكن موبايل ابقى اكلمها واطمن عليها، اصلها تعبت قوي من ساعه ما جيت هنا وصحتها في النازل. لا لحد هنا وكفايه قوي، بس دي مسؤوليه عليا، وبيتهيألي حضرتك ما ترضاليش الاذيه ولا ايه؟ لا طبعا ما ارضلكش. منورنا يا سامي بيه، اشرب قهوتك. انت الخشن؟ خير يا باشا. كنت شوف
بتفتشوني ليه يا باشا؟ انا ما عملتش حاجه. مش حاجه؟ امال ايه ده؟ ده عدم المؤاخذه يا باشا، برشام مسكن. اصل انا ظهري بيوجعني قوي بالليل وانا نايم. مسكن ولا مخدر؟ هطلعها يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس. يا باشا ياخدوني على البوكس دي، انا ما عملتش حاجه. بالراحه يلا لسانك التقيل ده لوحده تقف. بالراحه يا جدع. اطلع. يا باشا انا ما عملتش حاجه يا اخوانا، مش كده بقى. احسن يستاهل. اه يا حاج، ده كان مزهقني في عيشتي. اشكريني بقى. اشكرك وماله يا حاج، بس على ايه؟ ما انا اللي خليتهم خدوه. انت اللي قلت لهم؟ طبعا، امال ايه؟ ما كنت عاوزاني اسيبه يترازل عليكي في الرايحه والجايه. ده كان اقل واجب لازم اعمله معاه. لحقت تغير عليا يا حاج؟ طبعا يا ست الكل، مش هتبقي مراتي وكرامتك من كرامتي. ربنا يخليك ليا يا حاج، ولا يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه، تيجي نكتب الكتاب بكره؟ خراشي، انا لسه ما جهزتش. وبعدين يعني انت لسه ما جبتش الشقه اللي كنت قلت لي عليها، ولا تحب نتجوز مع عمي؟ فاشر، بعد ما نشرب الشاي ونحاسب هاخدك افرجك على الشقه. انت جبتها؟ وجهزتها وفرشتها كمان. بتتكلم بجد يا حاج؟ انت قصدك استعجلتي، انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه. اتفضلي، عقدها اهو وباسمك كمان. بحبك يا حاج، بموت فيك يا حاج. لازم نروح شقتنا. ايه ده؟ انت هتفضل تكسبني كده على طول؟ ده ايه الحظ ده؟ حظ ايه؟ انا كل يوم اكسبك وتقول لي حظ، دي حرفنه. وبعدين يلا قوم خد دش كده وروق عشان البك ماتش تاني قبل ما امشي. لا انا مش هلاعبك تاني النهارده، الحظ معاك. بعدين حاجه غريبه، انا عمري ما شفت كده واحد يبقى سعيد في الحب وسعيد في اللعب. انت بقى مين اللي قال لك ان انا سعيد في الحب؟ امال ايه؟ مغصوب على خطيبتك دي؟ لا مش مغصوب عليها ولا حاجه، بس زي ما تقول كده مشدود لها من غير تفكير. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، ممكن توضح؟ اصل رشا خطيبتي دي بتفكرني بميادة. مين ميادة بقى؟ ميادة دي اجمل وارق انسانه قابلتها في حياتي. ضحكتها كانت بتنور لي دنيتي، وصوتها بالنسبه لي كان هو الدفء. يا سيدي على الحب الافلاطوني. كنا مع بعض في اعدادي، انا وهي كنا في فصل واحد. كنا بنقدم سوا الاذاعه المدرسيه كل يوم الصبح. العيال كلها كانت بتحسدني عليها، اصلها كانت حلوه بجد وكانت بتحبني قوي، لدرجه ان انا رحت لابويا اياميها وقلت له انا عايز اتجوزها. طب راحت فين دي؟ سافرت؟ لا اكيد اتجوزت وزمانها معاها قرطة عيال. برضه لا. امال راحت فين يا سعد؟ ماتت. لا اله الا الله. ماتت في حادثه عربيه، هي وابوها وامها. انا بقى لما سمعت الخبر ده وقعت من طولي، وخدوني نقلوني على المستشفى. دي حادثه مؤلمه قوي يا سعد. سابت جوايا ذكرى صعبه قوي يا طارق، ومن ساعتها وانا مش عارف احب تاني. طيب قعدت على الحال ده كتير؟ 13 سنه. 13 سنه وانا رافض ادخل اي قصه حب، لغايه ما قابلتها تاني. قابلت مين يا ابني؟ هو في ميت بيرجع؟ قابلتها في رشا. اصل رشا دي شبهها قوي قوي. يعني انت عايز تقول لي ان انت بتحب رشا عشان هي شبه ميادة؟ حاجه زي كده. ايوه بس اكيد يعني الطباع مختلف. ما هو ده اللي هيجنني بقى، ده اللي هيجنني يا طارق. بحاول اظبط في البيت رشا شويه حاجات مش عارف اظبطها خالص، اصلها عنيده بس طيبه قوي. انت عارف يا اخ سعد، مشكلتك دي حلها عند دكتور. دكتور؟ ايوه، دكتور امراض نفسيه وعصبيه، لانك خلاص يا سعد بقيت هوبا. هوبا هوبا؟ مش انا قلت لك مهما حكيت لك مش هتفهم حاجه؟ ما هو لازم نفسخ الخطوبه دي. اهدي بس يا حاجه، مش كده امال. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي بس وابني بتضيع قدام عينيا؟ بعد الشر على الواد، ابنك راجل وما تخافيش عليه. انت ليه مصر ان الخطوبه دي تستمر مع ان الناس دول مستواهم غيرنا خالص؟ وبعدها لك يا حاجه. الله،
كلنا ولاد 9. انا ما بتكلمش عن الفقر ولا حاجه يا اخويا، انا بتكلم على الناس دول لتربيتهم لبنتهم. البنت لسه صغيره. صغيره دي قرشانه. انت بتغيري على ابنك منها ولا ايه؟ غير ده ايه؟ هغير من بنت مفعوصه زي دي؟ ادي انت قلتي يا حاجه مفعوصه، يعني لسه صغيره. دي بنت مطيوره يا حاج، عمرها ما هتعقل ولا هتكبر كمان. واحنا مالنا؟ هو احنا اللي هنتجوزها؟ المهم يكون ابنك بيحبها. يا خوفي يا خوفي تروح السكره وتيجي الفقره. قصدك يعني يكون ابنك ما بيحبهاش حب حقيقي؟ الحب الحقيقي بيبتدي من درجه الصفر، ومع العشرة بيوصل لدرجة الغليان. ابنك بقى ابتدى بالعكس خالص، وصل من درجة الغليان، وإن شاء الله مع العشرة هيوصل لدرجة الصفر. تكونيش يا حاجة عاوزة تجوزيه زي ما احنا اتجوزنا؟ يا ريت يا أخويا، على الأقل هيحكم صح بدل الحب ده اللي مغمى عينيه. يا حاجة ده زمن غير الزمن، هم جيل واحنا جيل تاني خالص. والله العظيم 3 ما حد هيبوظ الواد ده غيرك انت. طب تعالي بس، طول عمرك عصبيه ودماغك ناشفه. السلام عليكم. يا ماما في ايه؟ تعالى. انت مزعل امك ليه؟ والله العظيم ما زعلتها يا حاج، هي اللي حاطه رشا في دماغها مش عارف ليه. سيبك بقى من الكلام ده كله. اتفضل يا باشا. ايه ده؟ دول 120,000 جنيه مكسب بيع الاسهم. يا عيني عليك، ده انت واد دماغ بصحيح. ما تيجي تشتغل معانا تمسك لنا حسابات الشغل. بعدين يا حاج لما اشتغل الاول عند الغريب واتعلم واتمرمط، ولا انت عايزني اجي اتعلم فيك ولا ايه؟ والله يا اخويا اذا كان العالم بيكسب كده اهلا بيه. لا ما انا كده كده هجيلك، لان ده ملكي ولازم احافظ عليه، بس ساعتها بقى اكون اتودكت في الشغلانه وبقيت المعلم مش ابن المعلم. جدع ياض. والدول ايه دول يا حاج؟ دفعه من تحت حساب توضيب الشقه. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا يا حاج. انت بالذات دونا عن الكل ليك معزه خاصه وما اقدرش ارفض لك اي طلب. عارف ليه؟ ليه بقى يا حاج؟ لان وشك حلو. اول ما هليت على الدنيا زهزهت معايا. امال انا سميتك سعد ليه؟ طب بقول لك ايه بقى يا حاج؟ في ايه؟ هو انت فعلا ناوي تعمل اللي انت قلته لنا ده في المدبغه؟ ليه؟ اصل انا بصراحه يعني شايف ان امي دي ست عظيمه جدا. ما هو اصل انت لسه صغير مش هتقدر تفهمني دلوقتي، انما انت كل اللي يهمك ان انا وامك نفضل مع بعض والبيت ده ما يتخربش، صح ولا انا غلطان؟ لا صح طبعا. خلاص اديني بطمنك اهو، كل حاجه هتفضل زي ما هي، مفيش حاجه هتغير خالص. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا ابو نعمه. مبروك يا عروسه. مبروك يا ابو نعمه. عقبالك يا ولد. الله يبارك فيك. يلا بصور، تعالى مصورات صورنا. الله يبارك فيك. صور. يلا ناخد صوره مع بعض بقى. 5 كده وراجع لك على طول. استناني بره هنا على السلم تحت. متشكرين. حالا هجيب لكم الشربات. معاكي المذكور؟ معايا. ما انا كنت بشتغل في الكويت قبل كده 2 سنين. انما بتسأل ليه؟ اصل حجزت تذكرتين بكره نروح نقضي لنا 3 ايام عسل. فين؟ لبنان. بلد الانس والتوهان. انت احلى راجل في الدنيا، ربنا يخليك ليا يا رب. مش قدامي الواد لا يروح يقول له عيب يا حجوجه، لا ارى لا اسمع لا اعرف اين لبنان. ابن ابوك ياض. اجري وديني وصلني. جهزت لك شنطتك يا حاج، تروح وترجع بألف سلامة يا رب. الله يسلمك يا حاجة. سفرية لا كانت على البال ولا على الخاطر. هعمل ايه؟ مضطر. اصل يا ست المورد اللي بنستورد منه الكيماويات عنده مؤتمر هناك، فاتفقنا نتقابل في لبنان. يا زي ما تقولي بنقصر السكة عليا وعليه، ما بدل ما اسافر له هولندا.
تروح وترجع بألف سلامة يا رب. بس أنا مش عارفة مالي كده يا حاج، بقالي 3 أيام عيني بترف. بصراحة أنا خايفة على الواد اللي اسمه سعد ده قوي. يوه يا حاج، عينك بترف ليه بس؟ تلاقيكي ما غسلتيش وشك كويس. هترف على ايه؟ ده حتى الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير. طب ايه رأيك بقى؟ انت رايق على الآخر. عشان كده انا عايزك انت كمان تبقي رايقة على الاخر يا حاجة. ما هو بصراحة ربنا انا مش عاوز اسافر وسايبك متضايقة. ده انا قلبي داري يا حاج ايه ده اللي انت بتعمله؟ هتحبي ترارم يا حاج احنا كبرنا بقى على الحاجات دي، خدش يا حاج. اضحكي يا حاج، اضحكي. طيب وريني الضحكة. ايوه كده. ايه؟ اتجوز خلاص؟ وقلت اجي اقول لك عشان تبقى عارف وما تتفاجئش. انت ايه يا اخي؟ جبلة؟ راعي كلامك يا اشرف، ده انا اخوك الكبير يا اخي. هو الكبير كبير بسنه ولا بتصرفاته وافعاله يا مختار؟ وانا عملت ايه غلط؟ ابوك كده كده كان هيتجوز وكان لازم اكون معاه، ولا عايز اسيبه لوحده زي اليتيم في وسط اهل عروسته؟ وكمان شهدت على العقد؟ طبعا. ولا هسيب حد غريب يشهد على عقد جواز ابويا وانا موجود؟ لا بتفهم في الاصول. طبعا. بس نسيت بقى بانك بتجوز ابوك لضرة امك. ما تمرش فيك تربيتها؟ بطنك ما وجعتكش بحق كل نقطة رضعتها منها؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت ليه محسسني اني قتلت قتيل؟ ده شرع ربنا يا ابني. افهم افهم، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، ده ابويا مش انا اللي ابوه. ولا عايزني اغصبه؟ لا ما تغصبوش. وامك بقى هانت عليك؟ طبعا لا، ده انا كنت بتقطع علشانها، بس اعمل ايه؟ ما باليد حيله. خساره يا مختار، كنت فاكرك اجدع من كده. يوه الظاهر انا غلطت اني قلت لك. وانت كمان ما كنتش عايز تقول لي؟ ما انت عايشت في دور الواعظ ومش عايز تفهم. افهم ايه بقى؟ انا عشت عمري بحاله معاك، ما فهمتكش قد النهارده. فهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت انك اناني وما بتفكرش الا في نفسك، وممكن تدوس على اي حد عشان مصلحتك. وانا ايه مصلحتي في جواز ابوك؟ انه يفضل راضي عنك، حتى لو قصاد ده انك تدوس على امك. واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد يا مختار. كلامك تقيل قوي، حسسني كاني شيطان. ده انت الشيطان يتعلم منك يا اخي. وانت بقى اللي ملاك. طب اديك عرفت عملت ايه يعني؟ رفضت وما شاركتش في اللي حصل. بس سكت، والساكت عن الحق شيطان اخرس. خفت على امك لو سمعت خبر زي ده يجرى لها حاجه. يعني سكت يعني. ما تعيشليش بقى في الدور، كلنا زي بعض يا حبيبي، ماشي؟ لا عادي، ده انا كنت هقول لك كلمه. لا انت مالكش امان، وبعدين شنبك بيشوك. بكره تعودي عليه، ما تقلقيش. تعالي بس هقول لك كلمه. لا مش هتقول لي حاجه. الله لا لا لا. في ايه؟ تعالى يا حاج، عايزه اقول لك حاجه. نعم يروح قلبي الحاج. ما تحلق. ومين ده اللي حلق؟ شنبك. لا يمكن، تأكيد اتجننتي. ليه؟ ده حتى مكبرك، مع ان تصرفاتك بتقول انك اصغر من كده بكتير. هو فعلا كبرني قبل الاوان، خصوصا لما طلع فيه شعر ابيض. خلاص احلق. قلت لك لا يمكن. ليه يا حاج؟ ما هو انت اصلك مش فاهمه. شنب الراجل ده مش حته خط كده تحت المناخير عشان نظهر المناخير، لا. الشنب ده رمز الرجوله، وعار على الراجل انه يحلق شنبه. طب ما نصبغه. نصبغه؟ نعمل اللي بيقولوا عليه هنا في لبنان اسمه ايه؟ نو لوك. والله هي فكره حكايه النولوك دي. لا، وبيقولوا النو لوك ده بيخليك انسان تاني خالص، بيرجعك جديد نوفي. يعني ايه؟ هيدخلني بطن امي تاني؟ طب جرب وانت تعرف. نجرب، بس افرضي ما عجبنيش النولوك ده. خلاص نرجعه النو لوك تاني يعجبك. طب افرضي ما عجبنيش النولوك التاني برضه. يبقى هنرجعه زي ما كان، هو امري لله. يا ساتر، هو انا شكلي وحش للدرجه دي؟ فشر، ده انت طعم ومسمسم، بس انا اللي عايزاك تسمسم شويه كمان. يا حبيبتي يا نور عيني، وحشتيني قوي، وحشتيني يا حبيبتي. وحشتيني قوي يا امي. وانت كمان يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه. كده برضو يا رؤوف تاخد مننا نورة المده الطويله دي كلها؟ يا طنط دول 10 ايام. 10 ايام ده ايه؟ ده مروا عليا كانهم 10 سنين. انت ما تعرفش نورة غاليه عندي قد ايه، دي اخر العنقود. امال بابا فين؟ بابا يا حبيبتي سافر لبنان، عنده شغل هناك، وجاي ان شاء الله بعد يومين. ان شاء الله. طب ومختار وسعد؟ مختار في المدبغه وصايع طول الليل زي عادته، وسعد طول النهار بره البيت، ما بشوفوش الا على النوم. يعني تقريبا كده ما بشوفهمش هما الاثنين. ايه ده يا طنط؟ ده كده بقى يبقى فاكرينكوا اوتيل. فعلا يا ابني عندك حق، فاكريننا اوتيل. اعذريهم يا ماما، مختار وبيساعد بابا في الشغل،
وسعد عريسه بيجهز لشقته. طيب انا هوصل كده مشوار لحد الجامعه وابقى ارجع. لا ما ينفعش، لازم تتغدى معانا يا هنيه. معلش يا طنط مش هينفع، المشوار اللي عندي اصله اهم من ديك رومي بحاله. اصل رؤوف جاله اعاره في جامعه عمان. بجد الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا طنط. هلحق اروح انا بقى عشان ما اتاخرش، عن اذنكم. اتفضل مع السلامه. طمنيني يا حبيبتي، جواز حلو؟ حلوة قوي يا ماما. يا حبيبتي ربنا يديم عليك السعاده يا رب. طيب انا هقوم بقى احضر لك الغدا، اكيد ميته من الجوع. قولي لي صحيح، اشرف عامل ايه؟ انا كويس وكله تمام والحمد لله. الحمد لله على السلامه يا احلى عروسه في الدنيا. مش كنت تقولي ان انت جايه النهارده كنا استنيناكي في المطار؟ يا سيدي ما حبيتش اتعبكم. ازيك يا ماما، عامله ايه يا حبيبتي؟ ازيك انت يا حبيبي؟ تمام. سبحان الله كنا لسه في سيرتك انا ونورة. في الخير ولا بالشر؟ في الخير طبعا يا حبيبي. الحمد لله. وانت ما تستاهلش غير كل خير. تخيلي يا نورة هو الوحيد اللي كان بيسأل عليا. ربنا يخليكي لينا يا امي وما يحرمناش منك ابدا. ويخليكوا ليا يا رب. طيب ارغي بقى مع اختك شويه وانا هحضر لكم الغدا عن اذنكم. اتفضلي. تعالى بقى، انت وحشني قوي. وانت كمان يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا لسه مقابل رؤوف بره. ما هو راح مشوار وجاي على طول. يرجع بالسلامه ان شاء الله. ايه يا اشرف؟ مالك فيك ايه؟ اصل عمر تعبان شويه يا نوره وبابا كمان تعبني قوي. الف سلامة على عمر. ومال بابا؟ مش معقولة هندخل بكرة كده. مالك يا حاج بتجر في رجليك ليه؟ ما يلا. انا اصلي مكسوف قوي بمنظري ده. انا شفت نفسي في المرايه اتخضيت. الشكل غريب قوي وكل كوم والشورت ده كوم تاني. ده انا ركبي بقالها 25 سنه ما حدش شافها الا خالتك ام مختار. بس بذمتك كده يعني ما صغرتش 30 سنة؟ بصراحه انا حاسس ان انا بقيت عيل صغير. ولسه شوية لعب على المكن ده يقوم الكرش ينزل خالص وتبقى رفع كده يا حاج. حاج ايه بقى؟ حاج ايه بالشورت ده؟ مش ماشيه مع بعضها خالص. ده انا حاسس ان انا اتسخطت. طب يا اختي تعالي اما ادلعك كده. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع الجناح بتاعنا ندلع بعض براحتنا. يلا بينا. لا نلعب الاول وبعدين نلعب. تعالى. امر الله. هنا. حاضر. حاجه ما فيش اسهل من كده. انا حلقة وراكي. ماشي. حنان نعمة، ايه الصدفة الحلوة ديت؟ وايه الجمال دي؟ انت اتغيرتي خالص. ايه اتغيرت دي؟ عايزه تقولي ان انا ما كنتش حلوه قبل كده ولا ايه؟ انت طول عمرك جامدة يا جامدة. طب قولي لي ايه رايك في النولو؟ ايه؟ النولو؟ حلو، روش طحن قوي عليك. مش كده والنبي؟ وحشتيني يا بنت حنان. قولي لي انت بتعملي ايه هنا؟ انا في رحلة مع نديم جوزي. انت اتجوزتي؟ وانا كمان. الحاج عبد الستار ليه؟ جوز. الف مبروك يا حبيبتي. حصل امتى ده؟ ده لسه طازه. انا هنا في شهر العسل. بقول لك ايه، ما تجيبي جوزك وتعالي نتعرف على بعض. لا مش هينفع بقى، انتوا في شهر العسل وبعدين مش عايزين ازعاج. ازعاج ايه؟ بقول لك وحشاني والنبي لا تجيبيه وتعالي. تعالي يا حاج. ما انا على البسكليته اهي. ما انا عارفه. تصدق ان انا قابلت واحده صاحبتي وجوزها؟ فين دي؟ اهو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نديم سليم مضيف جوي. عبد الستار لي الرجل الاعمال. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني يا بنت ما قلتليش ان انت متجوزه؟ ما انت لو كنت بتسالي كنت عرفتي ان انا اتجوزت. طب قولي لي انت لسه في الكويت؟ لا انا سبت الكويت من زمان. انا دلوقتي بشتغل مع نديم في شركه الطيران. وده يا بنت عرفتي توقعيه منين ده؟ لا دي كده عايزه قاعده. تعالي بقى احكي لك. يا نهار اسود، بابا اتجوز؟ انا زيك ما كنتش مصدق كده لحد ما عرفت انه كتب كتاب وخد عروسته وطلع على لبنان. وكمان بيقضي شهر عسل. طب وماما موقفها ايه دلوقتي؟ نورة ماما ما تعرفش حاجه خالص، اوعي تغلطي وتقولي قدامها اي حاجه، احنا مش ناقصين مصايب اكتر من كده. يعني ايه؟ هنفضل مخبيين عليها لحد امتى؟ بابا هو اللي قال انه هيقول لها في الوقت المناسب. اخص عليك يا بابا، اخص عليك يا بابا بقى كده تعمل كده. اهدي يا نورة، امال مش كده، ما تخلينيش اندم ان انا قلت لك. انت بتعيطي على ايه؟ مالك يا نورة؟ مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ ده انا سامعاكي من جوه. في ايه؟ لا ابدا يا ماما، اصل انا قلت لها على موضوع عمر فاتضايقت شويه. شفتي يا نورة اللي حصل لنا يا بنتي؟ يا ماما شفت. صعبان عليا الواد ده قوي يا حبة عيني. طمني يا ماما، الدكتور طمني وان شاء الله يبقى كويس. بستورد من كل حته.
انا اصلا عندي بطاقه استيراديه بستورد بيها كيماويات للمدبغه بتاعتي. باين عليك بيزنس مان كبير يا حاج. تجاره شطاره في المكسب مش في الخساره. لا لا لا، خساره ايه؟ ربنا ما يجيب خساره. انا بقى يا حاج عشان كده بلعب في المضمون. هو انت تاجر ولا مضيف؟ وهي الضيافه ايه؟ ما هي تجاره برضه. تاجر شنطه يعني. عليك نور. بتتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في كل ما خف حمله وغلى ثمنه. فهمتك. مجوهرات بقى والمازات واللازم منه. مجوهرات يا حاج؟ وهي الحاجات دي ليها سوق عندنا برضه. امال بتتاجر في ايه بالظبط؟ في الادويه المستورده. الادويه اللي بتتباع في السوق المصري باسعار خياليه والسوق محتاج وعطشان يا حاج. قصدك المتهربه؟ ما دام بتفيد الناس يبقى خلاص. كل ما زادت الكميه كل ما زاد المكسب. عندك مثلا اخر صفقه انا عملتها كان الدواء بتاع انفلونزا الخنازير. الصفقه دي كلفتني 50,000 جنيه. في 4 ايام يا حاج بعتها ب 200,000 جنيه. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. مكسب 300% في ظرف 4 ايام. يا حاج مفيش وقت، احنا في عصر السرعه. بقول لك يا حاج ما تجرب وتخش معايا في صفقه من دول. هو بصراحه المكسب مغري قوي، بس برضه انا يهمني افهم التفاصيل قوي. خلاص اول ما ننزل مصر نقعد قاعده على رواقه كده، احكي لك كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. يبقى اتفقنا. وهي فرصه الواحد يساعد في توصيل دواء للمرضى، دواء شافي بدل الادويه عديمه المفعول اللي عندنا. وهو كله بثوابه. تعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر 100 حتة، أفضل في مكاني ل6 الصبح بفكر فيك أنا. يا سموحة مالك يا حبيبتي؟ مفيش، متضايقة شوية. ليه؟ في حد زعلك؟ أنا زعلانة من نفسي. زعلانة من نفسك ليه؟ ليه يا حبيبتي يا ست البنات؟ عشان ما حملتش وما جبتلكش العيل. عيل ايه اللي عايزة تجيبيه؟ ابننا. ولا أنت ليك رأي تاني؟ لا يا حبيبتي طبعا ابننا، بس انت مش شايفة ان الكلام ده سابق لأوانه؟ سابق الأوان ازاي؟ ده احنا بقالنا 6 شهور متجوزين. اديكي قلتي بقالنا 6 شهور متجوزين. اقعدي يا روح قلبي. يعني عرسان طازج لسه في الأول، لسه بدري. طب والبدري ده لحد امتى؟ ما تحسبيهاش، هي لحظات الحب الحلوة بتتعدي بالساعات. يا بت تعالي هنا. ايه دول يا حاج؟ 10 وصولات امان، كل وصل ب10,000 جنيه. يعني باختصار ال100,000 اللي هتاخدهم مني. انت بتخوني يا حاج؟ واخون ابويا كمان. التجاره ما فيهاش الا حقي وحقك بالورقه والقلم. امضي. عندك حق، ما انت معذور، مش متخيل المكسب. انا اصلي ما اعرفش اتخيل، ما احبش اتخيل. انا احب امسك الفلوس بايدي اشم ريحتها. هيحصل يا حاج، طمن. سلام انا بقى. الف سلام. اهلا 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 بعروستنا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. دي بنتي العروسه لسه راجعه من شهر العسل، الاستاذ نديم. اهلا وسهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب تأمرنيش بحاجه يا حاج؟ شكرا يا استاذ نديم، بالسلامه. السلام عليكم. تعالي يا بنتي، تعالي بقى اقعدي قدامي واحكي لي. تعالي اقعدي، ده انت وحشاني قوي 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 قوي. احكي لي بقى عملتي ايه في ماليزيا؟ احكي لي انت يا بابا، عملت ايه في لبنان؟ يا ترى كان شهر عسل حلو ولا وحش؟ انت عرفتي؟ يعني الكلام ده طلع صح؟ ايوه صح، ده شرع ربنا. انا يا بنتي ما عملتش حاجه غلط عشان اخبيها. وايه اللي انت لابسه ده؟ ها؟ وايه الصبغه دي يا بابا؟ لا دي مش صبغه، دي حنه. صلنا على النبي عليه الصلاه والسلام. انت هتجادلي في دي كمان؟ وماما يا بابا؟ واسلم حل لماما انها تفضل كده ما تعرفش حاجه، لانها لو عرفت محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل لها. يعني عايزها تفضل عايشه مخدوعه فيك؟ بنت احفظي ادبك، راعي ان انت بتتكلمي مع ابوك. يا بابا حضرتك حرام عليكم بقى، حرام عليكم. انا عشت عمري كله كاتم في قلبي علشانكم. دلوقتي انتوا مستكترين تكتبوا في قلوبكم شويه عشان خاطري وخاطر امكم. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده. الشر عليكي. الله، خدي يا حبيبتي. نورة
نورة اسمعي، نورة خد بنت كنت ظبط عظيم. بكره تهدى وتحكم عقلها. يا حبيبي يا عمر، وحشتني قوي قوي قوي. اخباره ايه؟ والله مش ولا بد يا طنط. مش عارف يا ماما، على طول نفسه ضيق واقل مجهود بيتعبه. يا حبيبي يا ابني، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمر، اخبارك ايه يا حبيبي؟ كويسة جدا. الحمد لله، ربنا يا ابني يطمنا عليك دايما. اشرف. ايوه يا بابا. تعالى انا عايزك. احكي لي بقى، ايه بقى اللعب اللي عندك؟ خد يا اشرف. ايه دول يا بابا؟ شهريتك اللي بديها لك كل شهر. لا يا حاج، متشكر، كله تمام الحمد لله. عيب عيب لما اقول لك خد الفلوس تاخدها. مش معنى انك مش موافقني على حاجه انا عملتها تقوم تخاصمني، ده حتى يبقى حرام. انت مش بتصلي ولا ايه؟ حضرتك ابويا برضه وانا ما ينفعش اخصمك، بس ده ما يمنعش ان انا ممكن ازعل منك. على فكره يا اشرف، البيت ده لو اتخرب هيبقى انت السبب. انا؟ ايوه انت. الست الغلبانه اللي بره دي لو لاحظت عليك حاجه هتشك، ولو شكت هتعرف. هتعرف؟ ما هو حضرتك برضه ما ينفعش تتجوز من غير ما تقول لها. حقها. وعلى فكره انا ممكن اخرج دلوقتي اقول لها، انا مش خايف منها. وانا عملت كده ليه يا بابا؟ عشان خايف عليها، افهم، خايف عليها. قلبها ضعيف ما يستحملش خبر زي ده. الصدمه هتبقى جامده عليها قوي. عشان بتحبك. ما انا كمان بحبها، والله بحبها، بس انا بقى راجل وليا حقوق، وامك مش قادره تديني الحقوق دي. يعني هفهمك ازاي؟ ما انا مهما قلت مش هتفهم. يا رشا انا اللي بقول لك مالكيش دعوه بيها خالص. ايوه اعملي كده. انا خلاص بقيت متاكد ان انتوا مش هتنفعوا مع بعض، ده انتوا عاملين زي النار والبنزين. عشان كده اسلم حل شيل ده من ده ارتاح ده عندك. انا مش زعلان يا رشا، بس صدقيني هو ده الحل الوحيد اللي هيرضي كل الاطراف. مالك يا هدى يا حبيبتي؟ حاسه كده انك تعبانه ومش طبيعيه، في ايه؟ هو اللي انا فيه ده شويه يا طنط. ايه يا حبيبي؟ مالك يا عمر؟ مالك يا عمر؟ عمر أزمة جت. في ايه؟ بسرعه بسرعه، مالك يا حبيبي؟ افتح بقك. اشرف 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 خير خير في ايه؟ طب بقك قوي. ايه؟ اطلب الاسعاف اطلب